السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مستر خالد، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد اسمه Cause and Effect. السبب والتأثير. وأنا هنا لما أجي أقول لك السبب والتأثير علاقتهم هنرتبها إزاي مع بعض، فإحنا لازم نرتبهم بكونكتورز، يعني أدوات ربط. طيب أدوات الربط اللي عندي هنا هتكون عبارة عن إيه؟ قال لك أنا عندي هنا هنقسمهم تو جروبس. الجروب الاولاني هو because و since. خلي بالك من حاجه، ان انا في استخدام because اوقات بحتاج الكونكتورز واوقات ما بتتكتبش، يعني انت حر شويه انك تكتبها او ما تكتبهاش. طيب الاحسن لو انا مثلا طالب اكاديمي وبتفرج على مستر خالد وعايز اعمل الحاجه الصح. لو انت طالب اكاديمي او طالب حتى لغه وبتستفيد من اللغه، فهو في الحالتين حط الكومه وامن نفسك، هيكون افضل بكتير. حلو كده؟ طيب اما بقى بالنسبه لسنس، قال لك because وسنس هم ليهم ترتيب معين، وسو therefore وas a result ليهم ترتيب مختلف تماما. هنبدا اول حاجه because وسنس. because اولا بتيجي بمعنى بسبب، فبالتالي هيجي بعدها السبب اللي هو الايه؟ الكوز. سنس معناها منذ حدوث السبب، فبالتالي برضه هيجي بعدها نفس الكوز. هيجي قبلهم ايه بقى؟ قال لك بيجي قبلهم الافكت اللي هي النتيجة، او التأثير. هيجي هنا، يعني ممكن اقول ايه؟ قال لك يعني عادي جدا انك تبدأ تقول I won the match، يعني أنا كسبت المباراة. ليه؟ إيه السبب؟ إيه اللي رشحك للفوز بالمباراة؟ قال لك هنا because أو since، الاتنين واحد، مفهومش اختيارات، الاتنين زي بعض، الاتنين نفس الاستخدام، مفهومش تفضيل. لو جالك الاتنين في نفس السؤال مش هيجيلك، لان هما الاتنين نفس الشيء. يبقى I won the match because او since I played so hard او I trained well، يعني انا تدربت بشكل ممتاز. بس عود نفسك يا حبيبي دايما لما توصل لانجاز معين في حياتك تنسبه دايما لربنا، لان هو في الاول وفي الاخر هو ده، يعني بركة ربنا هو اساس اي انجاز في الدنيا. طيب هنا بقول لك انا كسبت الماتش لان انا اتدربت بشكل كويس. طيب هنا اتكلم عن الاسباب واخذ بالاسباب، فالموضوع كان سهل جدا. تعالى بقى عند الناحيه الثانيه. قال لك مبدئيا قبل ما ابدا في so او therefore او as a result حتى لازم اخلي بالي من حاجه. ايه هي؟ قال لك اذا كانت so او therefore او as a result كلهم بيجوا في المنتصف فقط، في النص. طيب إذا كانت so أو therefore أو as a result لازم أخلي بالي من حاجة مهمة جدا. أولا بيجي قبلهم كوما أو كوما ودوت، وبيجي بعدهم كوما. يبقى لازم أخلي بالي جدا من أدوات الترقيم بتاعتهم زي ما واضح كده قدامنا. قال لك لازم بشكل اساسي نستخدم نقطة وكوما قبل therefore و as a result وبعدها كوما. هنا مفيش عندك اختيارات او مفيش عندك رفاهية الاختيار، يبقى لازم تخلي بالك جدا من علامات الترقيم ديت لان هي بتفرق بشكل مباشر. طيب هناخد نفس الجملة ونعكسها هنا بحيث ان انت لما يجيلك سؤال رايت يبقى عندك الدنيا سهلة وواضحة ومفيش اي مشكلة خالص. طيب هنا وليكن بقول لك I trained well. طبعا اللي هيحصل ان انا لازم هعكس الجمل. ليه؟ لانك so معناها لذلك، therefore لذلك، as a result كنتيجة لذلك، فهم كلهم بمعنى لذلك. فطبيعي على عكس because و since دولت هيجي بعدهم العكس تماما، يعني هيجي بعدهم الافكت. وهيجي قبلهم ايه طيب؟ قال لك هيجي قبلهم الكوز، السبب. يبقى السبب اولا ثم النتيجه. يبقى انا هنا I trained well ده السبب،
ان انا ضربت كويس جدا، علشان كده I won the match، عشان كده انا كسبت الماتش. يبقى I trained well. So أو therefore، بس خلي بالك لو كتبنا therefore لازم نكتبها بالشكل الجميل ده، لازم قبلها نقطة وكوما وبعدها كوما. يبقى I trained well so I won the match. طيب هل انا هنا because ممكن استخدمها في الاول؟ طبعا عادي جدا، هتجيب because في الاول وهتعكس طبعا الجملتين لان هي ليها ترتيب معين هي بتعتز بيه وما ينفعش يتغير. يبقى هنا because I trained well، هنحط الكوما طبعا لان انا هنا جبت اداه الربط في الاول فلازم افصل بين الجملتين بكوما، هتبقى I won the match. انتهى. طيب يبقى اقدر اقول ان because لما بتيجي كابيتال في الاول هتساوي therefore as a result و therefore so therefore as a result. يبقى هنا because لما بتيجي في الاول بتساوي دولت في ترتيب الجمله، يعني هنا بص لي هنا، انا هنا جبت لك because في الاول، طيب هنا جبتها لك هنا في النص so في النص. بص بقى على ترتيب الجمل، I trained well I won the match هو نفس الترتيب ما فيهوش اي اختلاف. طيب هنبدا دلوقتي بحل بعض اسئله الريرايت، وخلي بالك الريرايت من اجمل الاسئله اللي بتتاكد فيها من فهمك لدرس الجرامر او لا. بالمناسبه دوت شيت من السيشن اللي فاتت هتلاقيه على الفيديو اللي فات على اليوتيوب، فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتشترك في القناه علشان خاطر تشوف كل المعلومات الجديده ان شاء الله، وان شاء الله تكون بفايده ليك. طيب تعالى بقى هنا في الجديد بتاعنا، هنفتح الكتاب. سوري ده ما كانش هو ده الشيت، ده كان شيت الحصه دي، ده الشيت بتاع السيشن اللي فاتت، فما تنساش تبقى ترجع له. وزي ما قلت لك اللايك والسبسكرايب هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا، زي ما هيفرق معانا اكيد طبعا بالتالي، وتشرفنا باشتراكك. اوكي هنبدأ بقى دلوقتي مع بعض. بيقول لي he didn't come to school because he was ill. عايزني استخدم so. قبل ما تستخدم so اقف واقفة مع نفسك، ايه هي؟ قال لك so اول حاجة هجيبها في النص وهجيب قبلها كوما. تعالى اكبر لك شوية الصورة عشان تكون اوضح ليك. بتهيألي يعني مفيش اكبر من كده. طيب قال لك استخدم سو، قال لك لازم تفتكر ان سو بتيجي بمعنى لذلك وبيجي قبلها الكوما. طيب نبدا بقى شغل في السؤال بتاعنا. قال لك سو بتيجي بمعنى لذلك يبقى يجي وراها النتيجه. طب النتيجه هنا ايه؟ he didn't come to school because he was ill. النتيجه ان he didn't come to school، هو ما جاش للمدرسه، وهي was ill هي سوف تتحط في الاول. طب في طريقه اسهل من كده احل بيها؟ طبعا because كده هي عكس سو. خلي بالك هنا because ما كانش قبلها الكوما، عادي اتفقنا في الاول ان عادي تيجي قبلها، عادي ان هي ما تجيش قبلها. طيب هنا عايزين نعكس الجمل، بيكوز عكس سو، فبالتالي انت كل اللي هتعمله هتعكس الجمل، فهتبقى ايه؟ هتبقى he was ill so he didn't come to school. انتهى. طيب نيجي عند الصفحة اللي بعدها. طيب قال لك في الصفحة اللي بعدها I was tired I went to bed. عايزني استخدم since. قال لك since هنا كانت بتساوي because. طيب فبالتالي قال لك هنستخدم هنا since، هو جايبها لي كده small وهي كده بتيجي في النص. طيب since كذلك هي عكس so، فكل اللي هنعمله هنبدل الجمل، هتبقى I went to bed early since
I was tired. يبقى انا ذهبت للسرير مبكرا لان انا كنت تعبان. وما تنساش لازم تتشال. السؤال التاني وهو therefore برضه نفس القصة بتاعتنا اللطيفة جدا. هنحط الماركس بتاعتها أول حاجة وهنحطها في النص عادي جدا وهنحط بعدها الكومة اللطيفة بتاعتنا. طيب the streets were wet because. طب انت عندك because اصلا هي عكس مين؟ عكس therefore، فهتستخدم it rained الاول وبعد كده هتحط دي هنا. طيب يا مستر انا هنا بتفرج على حضرتك عشان خاطر اكتسب لغه، عشان خاطر اقدر اكتسب الكونكتورز دي، انا ما عنديش امتحانات ما عنديش اسئله. بص يا عزيزي therefore امرها سهل جدا. therefore بيقول لي ان هنا هي بتساوي so، فبيجي بعدها السبب، تمام كده، او اسف بيجي بعدها النتيجه. لذلك يبقى the streets are wet، لذلك الشوارع كانت مطينه جدا. طيب تعالى بقى عند because. قال لي مبدئيا because هو عايزني استخدمها في النص، عادي جدا انا استخدمها له في النص ولا اي حاجه. حطيت الكومه حطيتها ما حطيتهاش انت حر. طيب هنا بقى هنعكس لان so عكس because، هنجيب وليكن she passed the exam هنا وهنجيب الجمله دي كلها هنا. طيب هتبقى ايه في الاخر؟ هتبقى she passed the exam. passed الاي دي هنا اتنطقت ت. ليه؟ عشان سبقت حرف س. هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو بنتكلم فيه عن قواعد النطق كلها ازاي ننطق صح. تبقى she passed the exam because she studied hard. طيب تعالى لي بعد كده عند as a result، برضه هنستخدم معاها علامات الترقيم. طيب as a result هنا عندي اداه ربط. قال لك عندك because، برضه هنعمل كل القصه بتاعتنا هنعكس، ده هيكون هنا وده هيكون هنا. بيتهيألي هنا يا عزيزي مفيش أي مشكلة خالص، يعني حتى لو هنا استخدمنا هنا so واستخدمناها في النص زي ما هو ما عايز، هنجيب قبلها الكوما فهنجيب بعدها النتيجة. We missed the train as we got up late. شيل as لأن as هنا تعتبر أداة ربط. طيب هنا we missed the train احنا فوتنا القطر we got up late احنا صحينا متأخر. النتيجة we missed the train هاتها بعد so، we got up so late هاتها قبلها. لو عندك اي سؤال ابعته لنا على الكومنتس وما تنساش تحل الكويز ان شاء الله اللي انا هسيبه لك في اخر الكومنتس في اخر السيشن. هسيب لك كويز حاول تحله كويس جدا في الكومنتس. عندك اي سؤال عندك اي استفسار سيبه لنا في الكومنتس وان شاء الله في اقرب وقت هنرد عليك انا والتيم بتاعي، والرد هيكون وافي وكافي لحضرتك ان شاء الله. اشوفك على خير الشرح الجاي والسيشن الجايه، وكل سنه وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.